اخواتي وحبايبي واصدقائي في كل مكان، النهارده الحلقه التانية من سلسله القصه مصريه. قصه النهارده عندنا حزينه شويه وغريبه شويه وغامضه، كلها سسبنس وكلها حاجات غريبه جدا حصلت لشاب مصري امير يعتبر قريب الملك، وكان يعتبر فعلا غني جدا 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 ايام ما كان عندهم الاف الافدنه وعندهم 5000 جنيه و90,000 جنيه و100,000 جنيه. يعني في الزمن اللي الناس كانت فيه ممكن 3 جنيه يعملوا قصة كبيرة في الحياة. الأمير ده كان طبعا وحيد على 4 بنات، فطلع حياته كلها في البذخ وكده، وبعدين صادف ان باباه مات على سن 21 سنة يمكن، فهو لقى نفسه عنده فلوس كتير جدا 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 ورثها من والده. فابتدى بقى اصحابه يتلموا عليه والشلة تتلم عليه، وخدوه كده في طريق تاني خالص للكازينوهات والبارات والفسح والخروجات والبنات وقصص كتير قوي. واتعرف كمان بالصدفة البحتة على بنت اسمها مارجريت، بنت واحدة يعني أجنبية. بس مارجريت دي ما كانتش سالكة، يعني هو كان بكتير قوي عنده 21 سنة 22 whatever، يعني حاجة صغيرة جدا، وهي كانت أكبر منه نقول 10 سنين، وكانت عايشة في أوروبا. فأوروبا دي من وهي 16 سنة بتتجوز أو بتبتدي حياتها بقى، تعرف ناس وتصاحب وكده، لدرجة منهم واحد كان من العيلة المالكة في الملك البريطاني، كان أمير برضو. وبعد فترة قدام هنلاحظ ان الأمير ده بقى ملك، وبقت هي الجوابات بينه وبينها كانت معاها. فطبعا القصة هتتطور ونعرف موضوع الجوابات ده هيعمل حاجات كتير قوي قوي في القصة بتاعتنا النهاردة. المهم مارجريت دي كانت متجوزة قبل كده وعندها بنت، وكمان كانت بتعرف الأمير وبتعرف ناس من المسارح، وفي الآخر جت مصر على حظه. وطبعا سحرته أوروبية بقى وكده، وكانت طالعة موضة زمان اللي يتجوز أجنبية ده حاجة يعني هاي لايف. المهم حظه المنيل اتجوز مارجريت. الأمير ده قصته معروفة جدا وكانت منشورة جدا في قضية رأي عام كبيرة جدا. هو يعني فعلا من عيلة كويسة يعني، لكن طبعا الفلوس بتبوظ الشباب. المهم اتجوز مارجريت دي للأسف لمدة كام شهر، تخيلوا بقى 8 شهور. ابتدت تظهر الثقافة بتاعتها الغريبة بقى، يعني هي الأول قالت له حاضر وأوكي وهعيش جوه القصر، وبنى لها حتة دين قصر على النيل من أروع موروثات مصر. يعني طبعا بعد الثورة أخدوا القصر ده سنة 58، وبقى دلوقتي مجمع الفنون موجود يعني في القاهرة. لكن ساعتها بنوا لها يعني بديزاين إيطالي جميل وكله رخام ومرمر وبتاع. بعد هو ما مات أخدته أخته عائشة فهمي، هي ليها قصة برضو جميلة قوي، اللي تابعنا الفيديو جاي هيعرف قصة حياتها مع ممثلين، يعني كانت شيقة جدا وحزينة في نفس الوقت. المهم فاتجوز مارجريت، ابتدت مارجريت ليها طباع وعايزة تخرج وعايزة تسهر، يعني الحياة جوه القصر مع الأميرات بيلعبوا بلياردو وكده مش مكفياها، هي عايزة حياة بالليل وعايزة سهر. ابتدت المشاكل، ابتدوا يتخانقوا، ابتدوا يزعقوا قدام الخدم والحشم اللي عندهم في القصر، وكان دايما يروح يصالحها بعد الخناقه ويجيب لها فساتين غاليه جدا بالاف الجنيهات بقى ومجوهرات وحاجات كده عشان ترضى عنه يعني. واستمر الحال كده شد وجذب وشد وجذب، بس ما كانتش الحياه سعيده جوه القصر ده، لان في فرق ثقافي رهيب جدا، اللي هو مصري متأصل من حضاره محترمه جدا برضو ليها احترامها، وهي اوروبيه متفتحه من ثقافه مختلفه لكن مختلفه، يعني مختلفه خالص. فمعرفوش يتقابلوا في حته في النص. فمره من المرات بيسافروا اوروبا طبعا يتفسحوا، فطلبت، هي كانت دخلت بنتها في مدرسه داخليه، فطلبت منه انها تروح تزور بنتها، كانت عيانه او حاجه زي كده. فهو رفض، هو مش عارف هي مسافره ليه وايه السبب وليه مش عايزاه يروح معاها، او في حاجه ان هو رفض. وشافها في يوميها في نفس اليوم بسهروا مع بعض، اتفرجوا على مسرحيه كانت جميله جدا وكده، بس هو في حاجه بينهم توتر معين. فايه طلعوا الفندق في الاوضه، ابتدى واحد من السفرجية والناس اللي بيشتغلوا في الفندق دول ماشي في الطرقة، فسمعهم بيزعقوا، فسمع خد باله ان في زعيق،
وبعد كده سمع ان هو خارج، وبعد دقيقتين بالظبط سمع طلق نار، 1 2 3، 3 طلقات نارية. جريمة قتل. مارجريت دي قتلت الأمير المصري من عيلة فهمي باشا. قصة حزينة جدا، وأكيد أبوه لو كان موجود كان حس ان هو ورثه تعاسة وورثه فلوس دي ما هو مش عارف يتصرف فيها كمان. يعني هو معلموش قبل 21 سنة ازاي يتعامل مع الفلوس، لأنه في يوم من الأيام هيبقى غني جدا. لا، ما قالوش. ففي 8 أشهر حياته خلصت، انتهت. المهم طبعا كانوا برا في انجلترا، فالست دي بحرام بفلوس الأمير ده جابت حتة محامي مشهور جدا واتكلم عنه. الصحافة المصرية كانت قضية رأي عام ان هو صب كل الدفاع بتاعه بسبب الالافات اللي هي اديتها له قصدي، وبسبب الالافات اللي هي اديتها للصحافة هناك عشان يقفوا جنبها. وفي سبب تالت اقوى جدا، ان هي لما الملك اللي هو بتاع انجلترا ده اللي كانت مصاحباه لما كان امير طلب منها الجوابات في فترة سابقة، اديتها له من غير فلوس ومن غير اي حاجة، وقطعتها قدامه وقالت له بس انا كده ليه عندكم، يعني نظام ايه ليه عندكم بقى جميلة. فكان طبعا الملك ساعتها عايز يرد لها الجميل، وكانوا واقفين معاها وبيدعموها بطريقة رهيبة جدا جدا. والمحامي ده طلعها هي ضحية الرجل الشرقي المتوحش الهمجي اللي جاي من الظلمات، اللي مش عارف يتعامل مع الحضارة، انسان الكهف، انسان الغاب. وشتم كل الشرقيين ساعتها، وقال ان هي نتيجة معاملته القاسية وضربه ليها قدام الخدامين وزعيقوا ليها، وهي اضطرت انها تقتله. وفعلا العجيب جدا انها خدت براءة واترجت، يعني قضية رأي عام اترجت في مصر جدا، زعلوا جدا ازاي خدت براءة. حدود الإنسانية بمراحل كتير، لأن هي دفعت عن نفسها بفلوس وألافات القتيل، وشوهت صورته بعد ما مات. جت قالت ان هي ساعة ما اتجوزته كانت طبعا مسيحية أوروبية، فهي غيرت ديانتها وقالت ان انا هفضل على الديانة الإسلامية عشان تورث. فالمحكمة المصرية ابتدت تدرس القضية دي، تدرسها. لا، ما تورثش، القاتل مش بيورث. فضلت تتشال وتتحط وتجي تضغط على الملك والدبلوماسيين طبعا، والراجل القنصل البريطاني والمفوض البريطاني في مصر يضغط عليهم. وفين في الاخر الملك اداها شويه حاجات كده كان كاتبها لها مؤخر صداق، فاعتبر ان هي زي دين عليه، فخدت الفلوس دي. لكن القاضي المصري مرضيش يحكم لها انها تورث ابدا، وخدت بس شويه الفكه الفتافيت دي اللي هي كان كاتبهم في عقد الجواز، لدرجه اتشال من مكانه بس ما وافقش. الست دي قتلت. قصه محزنه. اتاري زمان لما كنا بنتفرج على الافلام، ابن الباشا بيصاحب رقاصه وبيصاحب واحده كانت مصاحبه قبل كده، هما ما كانوش بيعملوا الافلام دي فور فان، ده كان الواقع الحقيقي. كلهم يعني عندهم هزه حضاريه. مصريين فلاحين او صعايده فجاه اتغنوا، بقى عندهم بشويه، بقى عندهم اراضي وفلوس والافات الجنيهات، ولادهم بيتعلموا في اوروبا. طب هيعيشوا زي المصريين ولا يعيشوا زي الاوروبيين؟ طب هو اتجوز اهو اوروبيه بس ما قدرش يكمل في الثقافه الاوروبيه، ليه برضو ثقافته وعايش كمان في مصر. فالدنيا ما كانتش ظريفه. قصه تعيسه جدا لقصر جميل جدا على ضفاف النيل. لكن اهو يعني مواحيس قصص موجوده في الحياه. وبعد كده طبعا الميراث الرهيب ده كله راح لاخواته البنات، ومن ضمنهم اخته اللي هي السيدة عائشة فهمي، ورثت القصر الجميل ده على النيل، وبرضو أثر في حياتها وعمل لها تغييرات جذرية جدا في حياتها، والدنيا راحت وجات معاها جوه القصر ده بطريقة عجيبة جدا. اللي تابعنا طبعا الحلقة الجاية ينورنا ويشرفنا، ويعمل لنا سبسكرايب ويعرف معانا القصص المصرية الأصلية. نورتوني جدا شوية دول. سلام.